القصة دي بدأت بمساج بريء لحماها، لكن اللي حصل بعدها دمر حياتها حرفيا. جوزها سافر وحماها استغل وحدتها، وكلمة ايديكي بتريحني كانت أول خطوة في طريق الكارثة. تابع القصة كاملة بصوت رحاب، قصة واقعية 100%. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل حكاياتنا. أنا رحاب، عندي 22 سنة، متجوزة وعندي طفل صغير، عايشة في بيت العيلة مع جوزي وحماتي وحماية. كنت بحب جوزي قوي قبل الجواز، هو كان جاري واتجوزنا عن حب. بس بعد الجواز الدنيا كانت صعبة جدا والفلوس قليلة، فاضطريت ان انا ابيع دهبي عشان نشتري توك توك يشتغل عليه. محمود كان بيشتغل من الصبح لحد نص الليل، بيجي مهدود، ما بقاش بيكلمني ولا يطبطب عليا ولا حتى بقى يشوف ابنه. طول اليوم حرفيا بيكون برا. وبعد فترة جاله شغل برا من صاحبه. انا ساعتها رفضت وقلت له لأ، انا مش هينفع اقعد لوحدي، مش هينفع تسافر وتسيبني. راح قال لي انا عايز أأمن مستقبلنا، وسابني وسافر. في الأول كان بيبعت لنا فلوس، بس بمرور الوقت بقى ما يسألش علينا خالص. هو مجرد رسالة في اليوم، عاملة ايه يا رحاب وخلاص، او ماما عاملة ايه والواد كويس وكده وخلاص، ما بيبعتش اي حاجة تاني. وفي يوم من الأيام حماية ناداني وقال لي أنا عايزك تعملي لي مساج في ظهري، أنا ظهري وجعني جدا ومش قادر. ساعتها اتكسفت إن أنا أرفض طلبه ده، هو يعني في مقام أبويا، وقلت خلاص ماشي مفيش مشكلة. المهم وانا بدلك ظهره حسيت بجسمه بيترعش شوية. بعدين راح قال لي ايديكي حلوة قوي، ايديكي بتريحني. اتكسفت وسكت وطلعت اوضتي لحد الساعة ما قربت على 1 بالليل. سمعت باب اوضتي بيتفتح، لقيت حماية داخل عليا. اتخضيت، قلت له في ايه؟ ماما حصل لها حاجة؟ قال لي لا لا مفيش حاجة، انا بس قلقان عليكي وحبيت ان انا اطمن. قلت له انت معاك مفتاح ازاي؟ قال لي بكل برود انت من يوم ما اتجوزتي وانا اصلا معايا نسخة من مفتاح الشقة. قعد يتكلم ويقول لي انا حاسس انك محرومة ووحيدة بعد سفر جوزك، وانا كمان وحيد، مراتي مريضة من زمان ومش بتقرب لي. حاولت ان انا اغير الكلام، بس هو قرب مني اكتر وقال لي انا حاسس بلمستك من يوم ما دلكتيلي ظهري، حسيتي بيا وانا كمان حاسس بيكي. وراح شدني ناحية السرير. حاولت ان انا اقاوم بس ما قدرتش، هو كان قوي جدا وانا كنت مكسوفة ومرعوبة وحسيت اني مكسورة بس سكت. ومن اليوم ده بقى كل يوم يطلب مني اعمله مساج. الكلام اللي كنت نفسي اسمعه من جوزي كنت بسمعه من حماية. انتي جميلة، انتي جسمك حلو، كنتي فين من زمان. لقيت نفسي بتشدله كل يوم اكتر من الاول. كنت بحاول ارفض بس الوحدة كانت بتقتلني، وانا بصراحة ضعفت ولقيت نفسي ماشية في الطريق ده لحد ما في يوم البيريود اتأخرت عليا وحسيت ان في حاجة غلط. رحت عملت تحليل، لقيت نفسي حامل. بقيت مش عارفة اعمل ايه، خفت قوي من الفضيحة. رحت قلتله عشان نتصرف، بس رد فعله كان بارد قوي. قال لي عادي يعني، تعالي انا هاخدك ونتخلص من الجنين ده وخلاص. خفت قوي بصراحة، بس اضطريت ان انا اوافق عشان الفضيحة. خدني الدكتور تحت السلم وعملوا لي العملية، وكنت ساعتها بموت حرفيا. والصدمة لما صحيت قالوا لي انت عمرك ما هتخلفي تاني. رجعت البيت جسمي كله بيوجعني، قلبي مكسور وروحي كانت ضايعة، مش قادرة ابص في وش ابني ولا اعرف اقول لمحمود ايه. انا غلطت بس كان لحظة ضعف، كان وجع، كل ده بسبب بعد جوزي عني. دلوقتي انا بسأل نفسي سؤال، اقول لجوزي الحقيقة ولا ادفن كل ده جوايا واعيش بالذنب طول عمري؟ قولولي رأيكم في التعليقات. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.